اليوم المصادقة على مرسوم 22/2075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، واللي تيجي تنزيلا أو تفعيل لأحكام القانون 97/13 خاصة المادة 23. وهذا يشكل إصدار هذا المرسوم لحظة تاريخية فارقة، لأن أول مرة أو لحظة تاريخية فارقة في تعامل التشريع الوطني مع وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة. وكان أول مرة تم التنصيص على البطاقة كان في ماي 1982، يعني أزيد من 42 سنة، وكان ذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر. كان ثاني مرة التنصيص هو في إطار القانون اللي صدر سنة 1993، واللي هو القانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة طبعا للقانون 97/13 اللي كان تنصيص فيه في المادة 23 على بطاقة شخص في وضعية إعاقة. إذن هذه واحد اللحظة التاريخية اللي جات في إطار تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والعناية الكبرى التي يوليها لهذه الفئة والنهوض بحقوقها، وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وفي إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة الفصل 34 طبعا، وعدد من الإشارات لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا في إطار تفعيل التزامات بلادنا على المستوى الدولي، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ووفاء بالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026. إذن في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة الحالية كانت لها واحد الإرادة قوية من أجل الاشتغال على إصدار هذه بطاقة الإعاقة، وكان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية. وقمنا منذ سنة 2022 بأولا وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب الجايد لاين، يعني حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية، وفي إطار مقاربة تشاركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية، ولكن أيضا مع المجتمع المدني. ومن بعد هذه الفترة كان اشتغال على المنظومة الإلكترونية اللي غتمكننا من إصدار بطاقة الإعاقة. إذن هذه البطاقة ديال الإعاقة باش نجاوب السؤال ديالكم، أولا غادي تكون تنزيل وتمت الإشارة ليه في واحد بعض الأقاليم في جهة، تنزيل نموذجي في واحد الجهة للإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل ديال هذا البرنامج، وأيضا سيتم تعميمه فيما بعد في جميع الجهات. إذن الخدمات طبعا هي الخدمات اللي منصوص عليها في حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فيها الخدمات الصحية، فيها الخدمات الاجتماعية، فيها الخدمات الشبه الطبية، عدد من الخدمات. لكن اللي خصنا نعرفوا غيكون تنزيل طبعا بصفة تدريجية. وحتى أجيب الأخت اللي سولت على بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة اللي نحن جميعا متضامنين معهم، وهذا على اشتبال لكم هذه الحكومة اشتغلت بواحد القوة وبواحد في ظل التوجيهات والعناية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله باش يتم الإخراج ديال هذه البطاقة اللي كينتظروها الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من 40 سنة. فإذا كان واحد المجهود جبار، لأننا واعيين بالمعاناة ديالهم وحاسين بها. ف طبعا كتكون هناك بعض احنا قمنا بواحد مقاربه تشاركيه مع جميع الجمعيات، وتيكون من حقهم انهم كيعبروا على المطالبه بحقوقهم، فهذا متفهم. لكن اللي نبغي نقول الاجابه ان هذا الوقفه اللي كانت من اجل اصدار واحد المعيار باش يخلينا نعرفوا الوضعيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه للاستفاده ديالهم من هذه الخدمات. فإذا هذه جات الإجابة اليوم، لأن اليوم خرج المرسوم اللي منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وغادي يساعدنا كثير باش نحطوا واحد المعايير موضوعية باش حتى شي واحد ما يكون باش ما يتصدم، وباش يكون الاستفادة من الخدمات. طبعا التنزيل كما قلت بطريقة تدريجية، لأن هكذا كنمشيو في أي أي تجربة جديدة، خاصة أنها واحد القفزة نوعية مهمة
مهمة جدا اجتماعية وحقوقية وعلى جميع الأصعدة. فإذا هذا التنزيل النموذجي في الجهة غادي يخلينا باش نعملوا الإحاطة بجميع المعطيات باش يكون تنزيل ناجح إن شاء الله.